في 2 مارس اليوم ال34 في الحرب، ترامب بيتفاخر على تروث سوشيال بتدمير أكبر جسر بيربط طهران بمدينة كرج، جسر بيطلق عليه B1، وإنه هيستمر في تدمير البنى التحتية الإيرانية لحد ما تدعن وتمضي اتفاق معاه. في حين ان المتحدث باسم مقر خاتم الانبياء بيقول ان ارتقت ترامب واسرائيل بتدمير الصواريخ الباليستية و90% من القدرات، ده كله غير صحيح، وانه المصانع والمنشآت التي تنتج هذه الصواريخ موجودة في اماكن سرية تحت الارض لا يمكن الوصول اليها. المتحدث باسم الحوثيين بيؤكد ان تدخلهم في الحرب تدخل تدريجي، وانا قلت لحضراتكم بالامس ان عندي احساس انه الحوثيين استبقوا الموعد الايراني للدخول في تلك الحرب. النهارده 5 مليون لاجئ او مستوطن بيدخلوا الملاجئ في الكيان بعد صاروخ باليستي ايراني كان يحوي مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة. ايران ايضا استهدفت مركز الحوسبة لامازون مرة تانية في البحرين. الدباب الاماراتي بيدعي انه الامارات استطاعت فك الاشتباك في مضيق هرمز وخرجت بعض السفن، ولكن بالرجوع الى مراكز متابعة حركة السفن نجد ان تلك السفن تابعة لاصدقاء ايران، وهو ما تعودت ايران ان تفعله، سفن ايرانية وروسية وعمانية. عايز اقول لحضراتكم ان خطاب ترامب اللي انتظر الجميع حقيقة للاستماع اليه كان خطابا مخيبا لامال المستثمرين وساهم في اشتعال الاسواق. حقيقة العديد من الاوصاف التي اطلقت على ذلك الخطاب. دوتش فيلا قالت ان خطاب ترامب بيشعل الاسواق ويبدد امال انهاء الحرب وان الاسهم انخفضت. الBBC بتقول ان حاول ترامب تهدئة الاعصاب بحديثه عن اقتراب الاهداف من الاكتمال، لكنه ترك الاسئلة الجوهرية بلا اجابة. الجارديان بتقول استعرض قائمة من الانجازات المزعومة لكنه لم يقدم تفاصيل حول كيفية انهاء ذلك الصراع. بلومبرج الخطاب كأنه محاولة الباس الهزيمة ثوب الانتصار، بيرسل رسائل متناقضة. رجل لا يعرف كيف يخرج، ده العنوان الرئيس لخطاب ترامب. تناقض في ثوب انتصار، تهديد بلا افق واضح. السيناتور شومر اختم ليكم بتعليقه، قال خطاب فوضوي مثير للشفقة، لكن الاكيد ان الحرب مكملة والخطر داهم والثبات امر وجوبي. الله غالب.